شغلي لأجل التغيير بهذا البلد، بإدارة هذا البلد بصورة سليمة، والشغل على كل أطراف هذا البلد المشاريع بصورة متساوية بشكل متساوي مع كل الناس من دون تحيز لفئات معينة. احنا بهمنا التغيير أول شغلة، وإن شاء الله نوصل لهدف إنه كل أهل البلد يكونوا يد وحدة، ونكون أهل كلياتنا قبل الانتخابات كنا وبعد الانتخابات راح نكون إن شاء الله. وهناك قبول اليوم على التصويت، قبول مفرح، قبول بدعم التغيير، وهذا إشي ببشر. وإن شاء الله بالتوفيق لكل القوائم وبالنجاح للرئيس القادم. نعم، الرئيس القادم شو الوضع قدامه؟ شو الشغلات اللي انتم مفكرين انه يعني لازم يشتغل عليها؟ وطبعا لابد كل رئيس سلطة محلية امامه هم كبير جدا في ظل الوضع الاقتصادي للبلدات العربية، في ظل شح الميزانيات التي تمنح لهذه السلطات المحلية من قبل الوزارات المختصة الإسرائيلية. أول شغلة هناك مشاريع كثيرة سنشتغل عليها، وهي أول شغلة التعليم وإنجازات التعليمية لعبلين، إنجازات متدنية بالسنوات الأخيرة، نأمل أن نرفعها لمستوى أعلى وندعم الطلاب الجامعيين بإعطائهم منح، بتنمية الشباب، تنمية الفكر، تنمية الثقافة، تنمية روح العطاء عند الشباب، بتطوع لأهل البلد. وكمان نشتغل كمان على إنه البلد مسطحها المعمار يكبر ويخدم كل الشباب وكل أهالي البلد وكل الطوائف. أحمد أبو الهيجة من عبدين، عضو في الحركة العربية للتغيير، في كتلة التغيير في قيادة الأخ العزيز علينا وعلى أهل عبدين كلياتها أبو كمال علي حيدر. نعم، يعني كيف شايف الأجواء؟ شايف الأجواء هادية كتير، الحمد لله رب العالمين، نحمد الله ونشكره. عنا البلد كتير منيحة من الطوائف. عنا الهدف الأول إحنا إنه نمحي الطائفية إلا في عبلين. إحنا في عبلين عيلة واحدة. الشاب اللي حكى قدامي أنا وياته أصدقاء كتير 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 من زمان الطفولة، هو أخ غنيمة أبو غنيمة. نعم. وعندنا الحمد لله أجواء انتخابية هادية كتير ومنيحة. نعم، يعني ليش أبو كمال، يعني الأخ علي حيدر، يعني أنت بتأيده وما بتأيد الآخرين؟ أنا والأخ أبو كمال علي حيدر في حزب واحد اللي هو الحركة العربية للتغيير، وواحد يكون في حزب حركة عربية للتغيير يأيد مرشح ثاني لا يقبل هذا. بس هذا السبب ولا لأنه أنت شايف شخصية قيادية بأبو كمال؟ أول إشي أبو كمال علي حيدر شخصية قيادية، شخصية سياسية كتير منيح. أبو كمال إله تعب على أهل عبلين، أبو كمال إله تعب كثير على أهل عبلين. عندنا بيساعد مسؤول عن ملف الطلاب الجامعيين اللي بيتعلموا في الخارج، في الأردن، حتى في روسيا، مع قيادة الدكتور أحمد الطيبي. أبو كمال هو الأول في هاي الصورة. أبو كمال شخص ملائم لقرية عبلين، لرئاسة مجلس قرية عبلين. نعم. نعم. هو مع أهل البلد، كل أهل البلد، في احترامات وزيارات ومناسبات. أبو كمال بقصرش ولا مع أي شخص من عبلين. نعم. شو اللي الإمكانية إنه يقدمها أبو كمال واللي قبله ما قدر يقدمها؟ إحنا أول إشي عندنا لأبو كمال اللي هو التعليم
كثير ناقصنا مشاريع في قرية عبلين. عندنا الخرطة الهيكلية للزواج الشابة، هاي بعدها لسه ما تسوت، هي الخرطة الهيكلية محطوطة على الرف. عندنا منطقة للأطفال يلعبوا، للألعاب للأطفال يلعبوا فيها، عندنا معدومة. ما فيش. اليوم بدي آخذ ابني بدي أروح على يركا، ليش تروح على يركا؟ أنا ما عندي تكون في عبلين هون، ليش ما تكونش قرية رياضية؟ نعم. اليوم عندنا ملعب، عندنا متناس، فيش ولا فعالية. نعم. شكرا جزيلا لك. حضرتك مين انت؟ احمد حسن ابو المعتز. اهلا وسهلا فيك. تحكي لنا اول شيء صوتك شايفه؟ الحمد لله. نعم، تحكي لنا كيف شايف الاجواء وشو اتجاهك انت؟ الاجواء بعبلين تعودنا عليها دائما انه تكون اجواء هذه ديمقراطيه. نعم. اهل عبلين ناس واعيين، بنجروش ورا المشاكل والحزيات، الانتخابات ماشيه بالطريقه الصحيحه. الاجواء انا شايفها حسب رايي الشخصي باذن الله ان شاء الله محسومه. في رئيس موجود بالمجلس حاليا مأمون الشيخ احمد، والناس صار له 4 سنين واشتغل. حسب رايي ما فيش رئيس بعبلين اشتغل زي الشيخ مأمون الشيخ احمد. نعم. فالناس اليوم واعيه ومتعلمه وفهمانه، بتعرف شو تصوت، بتعرف لمين تنطي صوتها. رئيس من هالشكل اشتغل للبلد وخدم البلد، بفكر الناس راح تصوت له كمان مره وكمان مره. شكرا لك. تعرفنا عن نفسك حج. أنا الحج وليد خليل حيدر أبو خليل. أهلا وسهلا فيك. كيف شايف الأجواء وشو المطلوب إن تكون في البلد؟ الأجواء منيحة وزي الذهب 100%، والثلاثة مناح والثلاث رؤساء مناح، وإن شاء الله تتم على خير، واللي بينجح مبروك له وللأمام. البلد ايش يعني ايش المطلوب من الرئيس اللي بده يجي ويكون أول شيء بده يكون أمين. نعم. يكون مخلص، بده يكون خلوق، يحترم الناس يعني للثقافة، للمدارس. نعم. يدير باله قلنا بالمدارس، للرياضة. نعم. كمان ينطي هاي نظافة البلد، منظر البلد. ما نكون اجتين على المجلس كمان، ما يبذروش المصاري هيك كمان، هاي وتكون ايده نظيفة وامين ان شاء الله. شكرا لك. طيب. الرئيس القادم الى قرية عبلين شو المواطنين بدهم منه؟ بدهن انه يعطيهن راحتهن. نعم. اذا الام بنيجي على نطاق الام، انا ام وبدي نطاق الام، انه ابني انا لما بده يروح من المدرسه، هذا ابسط شيء. مش بس انا، كل ام بدها اياته انه ولد يروح يلعب بمحل امن. وين الولد محل الامن؟ احنا لحديت اسا فيش ولا رئيس وصل انه الولد يلعب بمحل امن. يعني فعلا هاي الشغله انا بشكي منها، بيلعبوا بالشوارع. انا ابني بروح بيلعب بالشوارع. بدنا على القليله حديقه عامه لكل اهل القريه. انا بطلب من اي رئيس بيطلع، مش بس اذا طلع علي حيدر اللي هو سلفي، لا، انا بحكي على نطاق قريه. هذا أول شغلة بخص كل أم. نعم. نعم. بالإضافة لهيك يعني أنت يعني بنفهم إنك أنت صوتت على حيدر. أكيد سلفي. أكيد. طيب شو الشخصية على حيدر بتشوفي فيها شخصية قيادية مثلا؟ شخصية قيادية. أنا من معرفته، من ما أنا عرفت هذا الزلمة هو هاي الشخصية فيه، مش لأنه إسا هو نزل رئيس فعلا. يعني أنا أجيت، أنا مش من البلد، أنا أجيت على هذا البلد، أي مشكلة بتصير بالبلد هو بشوفه بروح بحلها. الناس بتتوجه له إنه يحلها. أي بيطلع بيده يساعد مثلا طلاب جامعيين، بيقدر يجيب منح بيوزعها على الناس. يعني هذا الإشي مش جديد، لأنه إحنا بدنا إياه رئيس وبدنا نرشحه. يعني هو بحاجة الناس إنها تساعده، وهو بساعد كمان، هو ساعد كثير ناس. نعم. أنت شايفة الوضع في البلد مليح؟ ما فيش أي مشاكل؟ أهل عبلين مليح. أهل عبلين أنا بتعامل معهن عندي، يعني جربتهن كلهن وبتعامل معهن. أهل عبلين أحسن من كثير بلاد. أنا بحكي على مستوى بلد، أنا مش من البلد، وأنا بحسب رأيي أهل عبلين مليح يعني لبعض. ما يكون في هنا في عدة مرشحين، بس فعلا هذا الإشي موجود ومليح. عبلين أحسن من غيرها. أنا كيف شايفة بعرف. شكرا لك. حضرتك مين؟ غانم إدريس أبو سالم من عبلين. أهلا وسهلا فيك. تحكي لنا كيف شايف الأجواء في البلد وين توجهك أنت؟ أجواء حلوة كتير. اليوم انتخابات لعبلين، الانتخابات يوم والناس دوم. الجو كتير حلو وجو ديمقراطي، وتوجهي لمأمون الشيخ أحمد للرئاسة
انسان سليم، ايدين نظيفه، اشتغل لعبلين وبيشتغل لعبلين. نعم. وان شاء الله هو الرئيس القادم. نعم، شو الكلمة اللي بتقولها للرئيس القادم إن شاء الله؟ يكمل بنفس المسيره وبنفس النهج. نعم. لانه هو انسان ايدين نظيفه ويشتغل شغل سليم بايديه امينه. نعم، شو الشغلات اللي لحد اليوم ما انعملت في البلد وانت شايف انه اهل البلد بتحكي عنها؟ اول شغله السلم الامني. نعم، السلم الامني، البلد بامان 100%. نعم. بالنسبه للتطوير للتطوير اشتغل على المدارس، على البنى التحتيه، كثير شغلات اشتغل. نعم. لا، انا بحكي عن الشغلات اللي لحد اليوم هي مش موجوده وانتم تتمنى انها تصير موجوده، ان كان اجى ابو نمر ولا غير ابو نمر. ان شاء الله بنتامل لشيء افضل من هيك، افضل من هيك ان شاء الله. إن شاء الله. اما الرئيس كثير منيح وعم بيشتغل منيح. نعم، يعني كثير بيحكي على قضيه توسعه مسطح البلد، مخطط قضيه عم بيشتغل عليها. نعم، قسائم الازواج الشابه عم بيشتغل عليها كلها 100%. عم نعم. بيشتغل عليها. هاي من سنوات طويله متروكه هاي الشغلات كانت. نعم. عم بيشتغل على الخرطه الهيكليه. نعم. عم بيشتغل عليها 100%. شكرا جزيلا. كثير منيح. الله يخليك. الله يخليك، شكرا لك.